السلام عليكم، مساء الخير، مساء الورد والفل والياسمين، مساء الحب يا أحلى وأجمل وأروع فراشات على قلبي. وش راكم خياتي؟ شحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة يا رب. نهار جديد وفيديو جديد وروتين جديد، جبت لكم النشاط والتحفيز والحيوية. هكذا أنا نشطكم بالشغل والأشغال الشاقة، وانتوما تحفزوني بالتعليقات الجميلة ديالكم والكلمات الطيبة. حبيبات قلبي، كما راكو تشوفوا راني مع أنيس، غسلنا هاد الزربية حك 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 نهار اللي نشوف السخانة وما كاش الريح، واحد الشغل يطيح عليا، واحد النشاط. واش نقول لكم؟ خدكم لهنا كي النحله، ها ما تقعدش خلاص. ماشي النحله، النمله، كي النحله كي النمله، كيف جاب لي ربي. هما تاني عندهم اشغال شقه ولا لا؟ كيف من الزربيه البنات جيت لهنايا راح نخدم الزيت تاع الماء. كيما شفتوني هذيك المره درت لكم طريقه استخراج زيت الزيتون. البنات اللي حابه تخدم زيت زيتون الحره في الدار، وهذوك البقايا نستخرجوا منهم زيت الماء. والقطه تاعي راهي تشوف، هي تتعلم. ولا تعلمي لا تكبري تتزوجي يقولوا عليك جايحه القطوطه. المهم حبيبات قلبي، خدكم هنا ديما تضحك. هي عيطت لي البارح واحده لقاتني نضحك، قالت لي اسماء الصوت تاعك كيما في القناه. قلت لها مالا راح نبدل صوتي؟ قالت لي تضحكي، قالت لي شحال نحب كي تضحكي. قلت ودي اختكم هنا ديما تضحك، حتى وكان نبكي نضحك. اقسم بالله خياتي نضحك وحدي مانيش عارفه علاش. المهم حبيباتي، قبل ما نكملوا الفيديو تاعنا نرحبوا بالمشتركات الجدد اللي انضموا معنا القناه. نقول لكم اهلا وسهلا، نورتوني وشرفتوني. ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس باه يوصلكم كل جديد. وبلا ما ننسى حبيبات قلبي نشكركم كامل كل وحده باسمها، مشتركاتي الوفيات، على الدعم المتواصل في القناه وعلى التعليقات الجميله والكلمات الطيبه. نقول لكم يعطيكم الصحه وبارك الله فيكم. طلعوا لي الفيديو بجام خياتي، اخبطوا بجام في خاطر انيس اللي راه يخدم معايا في الشغل. المهم هنا البنات كيما شفتوني، تعرفوا يعني كي نكون عندي ما ولا في داري، تعرفوا باللي خدكم تخدم. يعني انا عندي ما ولا في داري نخدم ماشي يعني في عندي ما نبروفيتي نرقد ولا والله غير كيف لي والفت والفت المنواض، والفت هكا نخدم وكامل. بصح المهم مازال كما نقولوا شويه بصح توحش داري. والله غير اليوم حبيت نروح داري، ومن بعديك خممت قلت يا ربي مسكينه دوكا يما والفتني، اني 4 ايام من لهنايا كيفاش نروح ونخلي لها الدار غوله. يا حوجي انا مالغري تقلقني تبدا تعيط على دراري بسكالي والفت غير وحدها وكامل. واش نقول لكم، تبقى تعيط ريح انت، اشرب بالقعاد، ما توسخش بلاستيك، قانون انضباط كشغل راهم في المدرسه. راكم عارفين. والله غير قانون، واش انضباط تام، ما كاش كامل تعواج معاها وكامل. المهم ربي يحفظها وربي يطول لي في عمرها. هذاك واش عندي البنات، عندي غير ميمتي ربي يحفظها لي، تزقي ولا تغني. مره حنينه ومره واعره. هذه هي الام البنات على حساب المراد كما نقولوا. المهم حتى شغل شوفوا نخدم من قلبي كما نقول، نخدم لها الحاجه قانون هكذاك، وما تعجبهاش خدمتي تعاود مورايا. المهم حبيبات قلبي كما راكم تشوفوا لهنا مسحت لها شويه يعني نص من الصالون. انا قلت خلي ما نديرلهاش تنظيف عميق، كي يقرب شويه رمضان يبقى شهر ولا نجي نغسل لها كما العاده كامل الدار. هنايا البنات القطه هذيك راحت للبلوط اليابس اللي يبسناه باش نديروا منه طعام البلوط، ايا تلعب به تحت الفوتاي كامل بلوط. قلت لها معليش خليني ماشي حنجبد كلش المره الجايه ندير تنظيف عميق الكامل الصالون، اصلا نقي لها الكوزينه وكامل. المهم القطه انا نقي وترمي لي في البلوط من تحت، مانيش عارفه شاي تحوس. والله ما على بالي، قبيحه القطه تاعهم قبيحه، ماشي كيما نيرو تاعي مسكين، لا غير قبيحه. المهم حبيباتي احكولي كيفاش راكم، رحتوا دار مواليكم ولا ما رحتوش؟ الفيديو الاخير اللي حطيته بزاف اخوات والله غير بزاف راهي تعاني من قسوه الاخوه
والله غير بزاف. كان اللي قالت لي عندي عامين ما رحتش غير على جال خويا غير نروح يبدا يسب ويكفر وكامل. كان اللي قالت لي ملي مات يما وبابا ربي يرحمهم، قالت لي مازال ما شفتش دارنا متوحشه، راني حابه نخرج. والله غير واش نقول لكم، شوفوا ما كاش دار بلا مشاكل. الناس هذه كامل راهي كما يقولوا تعاني من هاد الصوالح. ربي يحنن القلوب وخلاص. يعني الزمان اللي رانا فيه صعيب بزاف. الوحدة تحمد ربي على الصحة والهنا، واللي عندها دارها تغلق الباب على روحها وتريح. اللي ما عندهاش واش نقولوا، الصبر الصبر الصبر، وربي يكون مع كل وحدة ان شاء الله. المهم هنا يا خياتي كنت تعرفوا احنا نعشقوا ونموتوا ونحبوا حشيش كويرات. احنا في الشتاء ما يخطوناش نستغلوا الحشيش هذا حتى وين يدخل علينا الصيف وتحبس تما. يعني في الصيف ما نديروهاش على خاطر الحشيش يكون ما كاش. المره اللي فاتت حطيت لكم كويرات الحشيش في القناه الاولى مطبخ الفراشه. كاين بزاف اخوات قالوا لي يا اسماء سميهم لنا وريهم لنا. والله يا خياتي واش راح نقول لكم، انا دوكا شحال من مره عطيت لكم الاسامي تاعهم. المشكل بالقبايليه كيفاش تعرفوهم، والمشكل تاني ما كاش الا في بعض الولايات. يعني حتى وكان تخرجوا للغابات نحو ما تعرفوهمش. فهمتوا كيما لهنا خياتي راني نقي فيهم. احنا لهنا شريناهم على خاطر في الجبل ما كاش الشتا ما كاش. يعني هادو غرسينهم يمكن صحاب الجنان ولا يسقوهم عليها وهكذاك. والله ما فيهم هذيك الريحه الشابه. يعني الريحه تاعهم ماهيش قاطعه كيما اللي نحيهم من الجبل ولا حتى هذيك فليو والو. اللي حبت تشوف كيفاش نخدمهم كامل خياتي، راني حطيت الوصفه كامله مكموله في قناتي للوصفات مطبخ الفراشه. هكذا البنات راح نحكيو اليوم على يناير. يا البنات حنا في يناير نديرو هاد الكويرات. يناير اسقس مكاس من البكري انا ملي حليت عينيا ونشفى نحتفلوا بيناير. احتفال ما كاين لا بدعه ولا هم يحزنون. ربي ما قالناش ما تفرحوش، هذه عاده وتقاليد يا البنات. كاين بزاف اخوات اللي يقول لك بدعه، واش دخل بدعه في التقاليد والعادات والفرحه. المهم مزيان رجعوه يوم وطني هكذا، يعني العمال ما يخدموش. المهم يحتفلوا به كامل. نهضروا للعادات تاعنا تيبازا معروفه يعني من زمان نحتفلوا 100% بيناير. بكري واش نشفى انايا كما نقولوا صح تبدلت شويه العادات تاع بكري. يعني يناير دوكا راح نلموه في نهار واحد، بصح بكري كان فيه 3 ايام هكذا. وكان كاينه قصه وما نحكيها لكم القصه في هذه الايامات نحكيها لكم. تاع يناير كان فيه 3 ايام كنا نشفى. كنا النهار الاولاني يخرجوا الناس يروحوا مثلا يديروا يتلموا مع بعضهم يحرثوا الارض، يحرثوا يغرسوا ويديروا كلش. نهار الزواج نهار الاولاني يديروا الحشاوش والناس تروح تحرث يعني تحفر وكامل. اليوم الزواج يتيبوا مثلا دجاج عرب بالبركوك سيدي، يديروا الباقوليات كما يقولوا اي حاجه تاع يعني هما غارسينها وحصدوها. شرشم يديروا بركوكس بالدجاج عرب، يديروا بزاف. كاين تحب دير طعام، كاين اللي تحب دير البيصار، كل وحده كيفه. ونهار الاولاني يديروا الحشاوش خياتي يعني كل حاجه خضراء. ونهار الثالث الختام تاعو يديروه بالحلاوات، يودعوه بالحلاوات. وهذه يما البنات يتقطع فيه الحشيش بيديها بس بكري يقطعوه بهذه الطريقه البنات حتى وين يولي رطب. بصح دوكا كاين تاويل اشواق وكامل. المهم خياتي ولهنا البنات راح ندير تحليه تاع الليمون. كملوا معايا الفيديو للاخير وطلعوا لي الفيديو بجام حبيبات قلبي. ايا دوكا ولينا نلمو كلشي في ضربه. انا مثلا دوكا راني ندير حشيش تاع كويرات ضروري عباكم في الناير ضروري نديروا اليوم حشيش تاع كويرات. وغد منك ندير العشاء تاعي ندير مثلا رشطه، ولا حنايا نديروا الاغلبيه نديروا بركوكس بالدجاج عرب هكذا. احنا عندنا يعني كما والفت في دارنا ندير بركوكس
وفي الليل نديروا الحلاوات، يعني مور العشاء نديروا هذوك المكسرات، كرموس اليابس، البلوط، الرمان، التشين، هاكو تعرفوا يقسموهم كامل على دراري، ونفرغوا هذيك الحلوه كامل على هكا كاش طفل صغير، نحطوه في الجفنه. تبقى عاده البنات، عاده من عادات جدودنا كما نقولوا، تقاليدنا هذه ما عندها حتى علاقه بالدين ولا، يعني حاجه عاديه. وايضا تاع بكري بكري هذا يناير مازال لحد الآن كما ناس القبائل وكامل فيها أصلا صدقة للفقراء. يعني نهار الأول خياتي يذبحوا تاني، يديروا هكا، يذبحوا مثلا بقار ولا خرفان كامل الفقراء يمدوا لهم. يعني دوكا في بلاد القبائل تيزوجوا بالجاية مازالت عندهم هاد العادة، يعني يذبحوا، يديروا تويزة هكا، يقسموا، يذبحوا بقار، يتلموا كل واحد واش يدير، وما يقسموها يوزعوها على كامل الفقراء. هذه هي بنت ناس الزمان، وكل حاجة راحت مع ناس الزمان، اللمة والحاجة الحلوة واليد في اليد. الدار كانت عامرة، يعني الدار الكبيرة، يعني دائما دار الجد والجدة يعني كامل يتلاقوا فيها العموم، يتلاقوا فيها الخوال، يعني البنات يجوا يفرحوا بهم، خاوتهم. ماشي كما هاد الزمان كل واحد حاكم دارو، كل الناس كما نقولوا قلوبها قساحت على بعضها، ولا هذا كل واحد يقول نفسي نفسي. والله غير الزمان هذا ما نكذبش عليكم، البنة راحت بكري صراحة، راحت بكري. أنا الحاجة اللي فرحانة بها أني عشت هذوك الأيام، عشتهم بمعنى الكلمة، عشتهم بالحلو تاعهم بالمر تاعهم. والله غير كانوا أعياد بكري، والله ماشي كيما عوايد دوكا. قلت لكم دوكا خلاص ما بقى شي متاع زمان هادي. دوكا كاين شي نساء كي تهضري معاهم تقول لك يناير ولا تقول لك شعفصه، تقول لك اوه زمان كيفاش الزمان تاع الجاهلين، يعني ناس بكري جاهلين. بالعكس ناس بكري كانوا يعرفوا الدين اكثر من هذا الزمان. بكري ما كان لا تلفزيون تلهيهم، ما كاين بوست قليل اللي عنده بوست يسمعوا غير الاخبار، ما كاين لا فيسبوك لا تليفونات لا والو. ناس بكري كان الحاجه اللي كانوا يتلموا فيها الجامع والشيخ، كما نقولوا الشيخ القريه، كما نقول داك الشيخ تاع الدوار، نهار كامل هم يقراوا في القران ويتعلموا في القران، يعرفوا كل حاجه في الدين، كلش يعرفوا خير منا. غير مش عارفه كان شي ناس تقول لك ناس بكري جاهلين ما قراوش، هما يعرفوا كلش ما جاتش في القرايه كما احنا دوك. هذا الزمان هذا قراو جاهلين، قراو جاهلين، والله غير قراو جاهلين. الله يجعل خير. المهم حبيبات قلبي، كما قلت لكم يناير تبقى عادة، تقليد من تقاليدنا، باه نتفكروه، باه نعلموها الأجيال تاعنا. هذه اليامات إن شاء الله نبدأ نحط لكم وصفات تاع يناير. كما قلت لكم احنا نديروا الكويرات في قناتي مطبخ الفراشة. ندير لكم الشرشم، نديروا البغرير، درت لكم مسمن مقلي تاني نديروه في يناير بزاف. يعني هاد الوصفات التقليديه البنات بالنسبه للناس يعني اللي ما يقدروش يديروا حاجه غاليه ولا يكلفوا رواحهم، يديروا شويه البنات، شويه مسمن، شويه بغرير، هادي مبرجه، هذا رفيس، شويه كاوكاو، شويه حلاوات، يعني فال كما نقولوا، غير باش الواحد يفرح هذوك الدراري. هذا ما كان. واش فيها يديروا شرشم يعني تاع زرارة، نديروا اسفنج، واش حندير. المهم حنحط لكم بعض الوصفات خياتي في مطبخ الفراشة، وان شاء الله يعجبوكم. هكذا البنات كتبوا لنا في التعليقات اسكو نتوما تديروا يناير ولا ما تديروش، واش هما عوايدكم، واش موالفين ديروا. هكذا خياتي. طلعوا الفيديو بجام البنات، طلعوا الفيديو بجام. هنايا كما كنتوا تشوفوا تحليه تاع الليمون اللي ما جربتهاش راتات صراحه، راتات بنينه وسهله. الوصفه راهي في مطبخ الفراشة، نحطها لكم في صندوق الوصف. صندوق الوصف وين؟ ضغطوا على العنوان تاع الفيديو هذا تلقاو صندوق الوصف، كاين واحد السهم في الطرف هكا غير صغير، راسو راجع لتحت صغير، اضغطوا عليه تلقاو صندوق الوصف. نخلي لكم تما صفحه الفيسبوك، نخلي لكم جروب تاع الفيسبوك اللي حبت تنشر وصفاتها ولا تنشر تطبيقاتي.
وايضا نحط لكم الرابط تاع هاد الوصفه، جربوها خياتي في هذه العطله مع لي راه موسم القارص والتشينه. تقدروا ديروه بالتشينه ولا بالقارص. واش نقول لكم، واحد المذاق يهبل يهبل يهبل، صح بنينه، خاصه لعشاق تاع التحليه بالليمون. هكذا خياتي خليتها تبرد البنات. هنايا طلعت فوق السطح باه نجيب الخروب بعد ما خليته 3 ايام في الشمس نشف مليح مليح كما راكم تشوفوا. هنايا راح نخدم اشغال شاقه اليوم، راح نشد ولادي ونخدمهم معايا. راح ندق كامل هذا الخروب باش نصنعوا منه طعام بالخروب البنات، وايضا نخدموا منه خبز بالخروب، ونخدموا ايضا غاطو بالخروب، وايضا مدلكم وصفات لعلاج فقر الدم خياتي. كما قلت لكم انه الخروب دقيق الخروب راه يعالج فقر الدم، خاصه للنساء الحوامل للدراري. يعني بالك تقولوا باللي الخروب ما عنده حتى فائده عند الاجانب، يعني في فرنسا وكامل يتباع حبيبات غير ب5 € وطلع هكذا خياتي. كما كنتوا تشوفوا لهنايا عباكم اليوم ظهري نقسم ولا ندك في هذا الخروب. مزيا عاونوني دراري، بصح جبت نهار كامل وانا ندقش في الخروب باه نكسرو باش نديوه نرحيوه يا عند رحى ولا نرحيه وحدي. ظهري والله غير ضرني بزاف 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 من الخدمه، كما نقولوا هاد الخدمه الشاقه هذه. هنايا بعد ما كسرناه انا ودراري، هنايا ديتو فوق درتو في الطاجين نحمصو غير شويه على خاطر كاين حبيبات يعني معسلين بزاف بزاف. نحمصو حق ما يسخن، ماشي راح نحرقو ولا نحمصو مليح مليح كي الكاوكاو، لا لا. من بعدك نديوه نرحيوه عند رحا ولا نرحيه انا معكم برحيوه هذه باش نكمل على ظهري ندقدقو. يا البنات بعد ما كملت واش نقول لكم، واش نحكي لكم، نهار شباب غير تاع تحواس وخرجه للبحر لا الله. بصح انا ما رحت لا البحر لا والو، غير خدمه اصلا. نهار قصير ديت قهوه تاعي وطلعت فوق السطح نريح، وايضا نديت معايا واحد التحليه. واش نقول لكم يا البنات، شوفوا تشاهي خاصه ضياف الغفله ولا سهره ولا حبيتوا تفرحوا بها، تفرحي بها نفسك كما يقولوا، ماشي شرط للضياف ولا. بس واش نقول لكم خياتي، والله غير بزاف 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 بنينه، خاصه كي تشرب مليح مليح تخليوها 3 سوايع ولا 4 سوايع وتبرد. واش نقول لكم بنا نتمنى تجربوها البنات. نخلي لكم في صندوق الوصف كما كنتوا تشوفوا، ولا روحوا لقناتي مطبخ الفراشة تلقاو فيها بزاف وصفات. حبيبات قلبي وصلنا لنهاية الفيديو، طلعوا لي الفيديو بجام، خلوا لي التعليقات تاعكم، واللي جديده نقولها واش تستناي باه تشتركي في القناه وفعلي زر الجرس وانضمي للفراشات الجميلات. اذا نقول لكم البنات تهلاو في روحتكم، شهيتكم في الجنه ان شاء الله، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.